وجاي عطيف الهوا. انا طالع عيني من الصبح في النفخ والتنطيط، عايز تبهدل لي الدنيا بجزمتك الوسخه. جزمتي الوسخه يا بنت مش قادر اقعد، هعمل طول، عارفه يعني ايه هعمل طول كل سهران مع سعاده البيت ما غفلتش دقيقه واحده، رايحين جايين على كورنيش كرابشن ومشينا الجو اليومين دول برد جدا جمهورين، رايح جاي وانا وراه وانا ما اقدرش اشيل حاجه زي دهية. ربنا يكون في عونه. انا عارف بس ايه الكلام دي عشان ابقى خدمته، مش معنى كده اني بشتكي من عمايلي، وحاشا لله ده راجل طول عمره خير عليا، ياما ساعدني وياما ربنا مع بعض ايام جميله، ربنا يديني كلمه العمر. بس اللي انا بنتعامل فيه امبارح ده مش شويه، ربنا يكون في عونه. بس انا راجل كبرت ما اقدرش اقعد طول البيت سهران رايح جاي وراه بتشيع اديني في الجلاله. مفيش قهوه. مفيش قهوه؟ مفيش غير شويه معمولين من امبارح، يا دوبك يقضوا 3 فناجين، واحد شربت انا، والتاني بدل ما تشربوا ست روزاليه اديته لست فلومين، والتالت شيلها جنب منه احتمال يجي. احتمال، وعشان كده ست روزاليه ما عملتش قهوه. طب اعملي لي انت انا؟ لا انا ما بعرفش اعمل قهوه. حتى لو ما بتعرفيش تعمليها ايه اللي خلى الروزاليه ما عملتش قهوه؟ اصلها خرجت من الصبح بدري، راحت توصل 3 جوابات خدتهم لست فلومينه. 3 جوابات من ست فلومينه؟ 3، 1 2 3. يبقى لازم اشرب قهوه. لازم. تعالى اقول لك تعملي ايه؟ خدي الفنجان بتاع زميلكم وسيبيه الشاي، نص هتقولي ونص التاني زي دي ميه عشان يبقى فنجان. يا ماما شاف الحكايه. مش بس مني ده كان متضايق جدا امبارح، هيفكر بس حتى لو جيت انا اكبر منه في السن بس هحتاج قهوه اكتر منه 100 مره. مش ايه اللي خلاني رايح جاي وراه طول الليل؟ مش هو؟ حاضر، هدخلها لك واجيبها لك حالا. بسرعه بتشوف. حاضر. الحق، الست روزاليه جت تعمل ايه في القهوه؟ هاتيها بسرعه مش مشكله، هي تبقى تعمل ايه على قدر من دنيتي. حاضر. انا المهم عندي نص الفنجان، مش هيفرقني من زماني غير نص الفنجان. يا ست روزاليه مفيش صباح الخير؟ ما شفتكش. ما شفتكش؟ ليه؟ مرغوب قاعد على الكرسي؟ ايوه برغوث وبيكح وعنده برد. انت خرجت بدري الصبح النهارده صح؟ ايوه. رحت فين؟ رحت للباس. رحت للباس وبعد كده رحت توصلي 3 جوابات للست فلومينه. وما انت عارف كده بتسالني ليه؟ من باب الذكاء يعني. يا ترى جوابات دي لمين؟ انا مش قلت لك انك مش اكتر من برغوث وفوق كل ده جاسوس؟ جاسوس؟ انت جسست عليكي في ايه قبل كده؟ عليا انا؟ تجسس عليا ليه يا اخوي؟ انا واحده ست قلبي زي البفته البيضاء وكل حاجه في حياتي واضحه زي الشمس. اتولدت سنه 1870 ولو حسبتها من ساعه ما اتولدت لحد النهارده هتعرف سني قد ايه بالظبط. امي وابويا نصفارة على قد حالهم. امي الست صوفيا ترومبيتا كانت بتشتغل غساله، وابويا بالقبر سليمينا كان بيعالج الحمير. اما روزاليه سليمينا اللي هي انا وفنشينزو بالليل وبيصلح الشماسي واواني البخار، فاحنا اتجوزنا في شهر فبراير سنه 1887 وبالتحديد يوم 13. يوم 13 منها مشي يوم النحس العالمي. وسلام دي كان المفروض ناخد رايك في يوم جوازنا. والكريم بتشرف في ايه بتتجوزوا فيه؟ كانت نتيجة الجوازة دي 3 ولاد في بعض، ولما راحت تتضايق عشان تبلغ جوزي بالخبر السعيد ده كان ساعتها بيشتغل في الحارة اللي جنبنا، لا الدماغ جوه المصرية. ليه هو بيعمل وصالة تتلبس؟ لا عشان جت مسكتة قلبي رحتها على طول، وفضلت لوحدي انا واولادي ال3. 3 في بطن واحدة ده انت حظك هايل. طب اعمل ايه واعيش ازاي؟ سكنت في حالة سلب دول من الفنانين، وبقيت ابيع المنشات بتاعت الدبان وحصالات العيال وبراميل الكرنفال. المنشات انا كنت بعملها بنفسي وكسبت منها كويس يعني يكفيني علشان اقدر اربي ولادي. وهناك اتعرفت على الست فلومينا في حالة سلب برضه، كانت بتلعب مع اولادي وكانت لسه صغيرة. وبعد 21 سنة ولادي بدأوا الشغل، واحد سافر استراليا والتاني راح امريكا، ولغاية النهارده انا ما اعرفش عنهم اي اخبار. عشت وحيدة بين البراميل والمنشات، ولولا الست فلومينا من يوم فتحت لي بيتها كان زمان دلوقتي بشحت في الشوارع وعلى سنادل الكنائس. شكرا والى اللقاء وانتهى الفيلم.
يوم اخر من 6 ونص معمر. نظرنا في خارج العمر. بديت الثلاث جوابات لمين؟ والله دي مهمه سريه ما اقدرش اقول لك عليها علشان ما تبقاش على كل لسان. نضيع على وقتي وسافر على بلدي ووحشه. وحشه وانا كنت قلت لك ان انا عاوزه عريس كبه كده. طب اقول له ايه؟ مرة انك انت طبعا بعمله ايه؟ بكره اذا كنت فاضيه. طب اقول له ايه؟ ماسك طبعا بتاع البتاع. ايه بتاع البتاع ده؟ وده تشتري بأسك وانا هدكلهولك. وانا كمان واحد تخيل عاملين في البيت عمل شيء. وفيه هذا من اصلا بتقول انها ربنا كده مش مشكله اشربها بره. وبعدين ما تسخنها لك يا شغلانه. المهم اديك المحمد طبعا هيجي انت. اول ما يفضل لكن اكيد هيجي النهارده. فانا وحش. بس انا بحتاج لها. ولا اقول لك انا كده بلاش مني. دماغه. انا مالي من الاول. انا بكلمك عن تصرفاتي انا. تفتكر كانت وحشه؟ اصل محمد قال لي مفيش فايده في القضيه مش مستحيل تشرف. مش وحشه بس دماغي فكمان. برافو عليك. هي دي الكلمه الصح مقرفه. اصلها عبيطه ما عرفتش تسبقها تسويها كويس. تسويها تسويها